السلام عليكم ومرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله ندير معكم طبق خفيف بسيط. كنت بغيت نديرو، قلت علاش لا ما نديروش معكم، اللي هو عباره على شلاضه ديال الرويزه او لسان الطير. كل واحده شنو كيقول ليها، عوض نديرو الروز وديما كنديرو الروز ولا نديرو بالمقارونيه، اليوم نديرو بالرويزه. عندنا هنايا الرويزه اللي سلقناها مع بشويه ديال الملحه، يعني الماء والملحه. وعندي خيزو هنايا مسلوق، عندي بطاطا مسلوقه ومشحره في شويه ديال شويه ديال البزار والملحه والربيع. عندي مايونيز اللي بحرة درت ني تا هو، راه هو كاين الوصفه ديالو في اليوتيوب عندي لداخل في الفيديوهات. وعندي شويه ديال الفلفله مقطعه، بصله مطيشه والربيع، عندي ملحه والبزار وزيت بلديه وبيضه مسلوقه. كناخدو داك الرويزه ديالنا، بعد ما كنضيف ليها الفلفله. يعني انا هاد الشلاضه هادي داك النهار بغيت نديرها، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، ولكن كل واحد اشنو بغى يدير. ممكن تزيدوا مايس، ممكن تزيدوا شامبينيون مشحر، ممكن تزيدوا كورنيشو، اي حاجه عندكم كتزيدوها. انا هنا بعد ما زدت الفلفله مطيشه والبصله، واللي ما كتعجبوش البصله بطبيعه الحال ممكن ما يضيفهاش، انا كتعجبني صراحه. فما قلتش لكم كذلك مكون اخر اللي هو الطون حتى هو زدتو، ولكن ممكن ما تزيدوش كاع. المهم ودوزت واحد شويه ديال المايونيز اللي قلت لكم ديال الدار، البيضه الزيت والملحه والخل. درت هنايا الطون وخلط، غنخلط هاد المكونات هادي مزيان. كنزيد واحد شويه ديال الزيت الا شفتيها يعني خاصها، او لا باقا بغيتي تزيديها شويه ديال المايونيز ممكن تزيدي. انا هنا زدت شويه ديال الزيت والاول، زدت هذيك البيضه مسلوقه حتى هي حكيتها مزيان كما كتشوفوا معايا انا. كما قلت لكم الطبق راه ساهل بسيط وكذلك لذيذ، وكترافقوا مع شي حاجه، ولا ممكن تحطوها للعشاء، ممكن ترافقوها مع زعلوك، مع الطاجين، مع اي حاجه. فهاد الطبق هذا كيجي لذيذ، وكما قلت لكم ان ممكن تخلطوا كل شيء وهي شلاضه واجده، وممكن تقادوا كما قديتو انا. كما كتشوفوا معايا هنا بعد ما زدت شويه تاني د المايونيز وشويه اللي وزدت شويه ديال الخل. فها هي ممكن تزيدوا على ديك بطاطا وخيزو وصافي، الله يجعل البركه. انا قلت لا، يعني كما كنقولوا حنايا العين كتاكل قبل من المعده، قبل من الفم، قبلوا على سميتو ديالي، رانا والو. المهم انا شفت هذا المول هذا، ممكن ديروا اي مول مدور، ممكن ديروا مول اللي يكون هكا الشكل اللي يعجبكم. انا هذا المول هذا عجبني هكا، هو اللي قلت ندير فيه هذه المره. وكما كتشوفوا هنايا درت في هذا المول هكا، وكتديريها مزيان، يعني كتبرك عليها مزيان باش فاش تدورها بهذا الشكل هذا كتحيد لكم مزيان، او كتديروا شويه كتلعبوا شويه وكتشطحوا شويه ما تضحكوش عليا. المهم انا قلت غير نضحك معكم شويه. كما كتشوفوها هو كتنزل هذيك الشلاضه ديالنا على هذا الشكل هذا، وعادي نزوق. راكم عارفين الزواق، وانا راه بقيت حايره شحال كنقول اش ندير يعني هاد الديكور ولا كيفاش نزوق ولا دا، كل واحد كيترجع ليه، كل واحد كيف ما هو بغى. ممكن ديروا شويه ديال الخس، راه ما كانش كيما قلت لكم انا هاد الشلاضه هادي داكشي اللي موجود عندنا في الدار والمكونات اللي متاحه عندنا في الدار هما اللي استعملت. ديك البطاطا وداك خيزوته هما درتهم استفتهم هكذا بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو، من الفوق زوقت هكا بالبيض مسلوق وشويه د المايونيز وشويه د الربيع، الله يجعل شي بركه. وجبه صحيه سهله خفيفه، داكشي اللي موجود عندنا في الدار، عوض اننا نقلبوا على الروزه ولا نقلبوا على مكرونيه. الا عندكم الرويزه هكا اللي كديروا بها السوبه ولا كديروا بها الحسوه ولا هذا، حتى هي تفيد علاش لا. وهذا هو الطبق ديالنا، كيكون خفيف ظريف، وكذلك في المنظر ديالو زوين، نفرحوا به وليداتنا ونفرحوا به حتى ريوسنا علاش لا. وقدمته انا مع شويه ديال الشوربه. تسناوها في الفيديو الجاي، كما قلت لكم تسناوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. مورا هذا غادي نحط لكم الشوربه ديال البطاطا. في امان الله، وما تنسوناش في الاشتراك وفي الإعجاب والتعاليق.